مساء الخير. والله يا عندي لكم قصة. والله يا هي قصة. أمس اتصل علي زبون ووعدته بكرة الصبح اللي هو اليوم الصبح، ورحت لأمه. وشغلي أنا بطبيعته لأني أشتغل بقصور والفيلا الفخمة، فعلاقاتي واحتكاكي كله مع التجار. وأنا من طبيعتي إذا التقيت بأحد منهم، إذا كنت أشوف أنه عنده فائدة أو يقدر ياخذ ويعطي، أقدر أستفيد منه أسأله. خلونا نروح بكم القصة على طول. اليوم أنا الموعد بيني وبينه الصبح الساعة 10:30 بالاستراحة، وبعدين بنطلع القصر. أثر الاستراحة قاصر الحالة ما شاء الله. شفنا الاستراحة وطلعنا القصر، وبدل ما نروح بسيارتين قلت له خليك معي، يقول روح سوا. قمنا نسولف أنا وياه ونسولف أنا وياه، وقلت له وش استفدت من الدنيا؟ طبعا مو بكل واحد يقدر يعطيك اللي عنده، لكن أحيانا لهم مفاتيح الناس وأنت تقدر تفتحهم. سولفت أنا وياه وقال بقول لك فائدة. قلت سام وش الفائدة؟ احنا نبي الفائدة. هنا أنا خلاص عاد أسكت، أنا قعدت أناظر واستمع وبس أعطيه تفاعلي. الأكبر درس تعلمته هو إن الرزق ما يجي بالذكاء أبد. كل هالأرزاق اللي نشوف ذي والله ما هو بذكاء. طيب دلل لي شلون يعني؟ كشف. أنا تاجرت ورحت وجيت وملكت ملايين. اليوم الأسهم اللي طاحوا بها الناس كنت أدير محفظة ب270 مليون ريال، كان لي خاص منهن 35 مليون. طبعا الآن عمره هو 39 سنة، أنا ما أدري، الظاهر ما أدري عام 2001 الأسهم، يعني يمكن عمره هو 25 26 يمكن. فجيت انطحت الأسهم اللي طاحوا بها كل الناس، وخسرت كل مالي وقروش الناس اللي عندي، وطلعت أنا مديون ب9 مليون و600. يقول فلك أن تتخيل شخص يملك هالأموال ويملك هالشغل وهالثروات وتروح منه بليلة وهو عمره 25. يقول الصراحة عشت حياة لا يمكن أن أتصوره. يقول إلى درجة صرت أروح العتيقة أبيع طماط بس أبي أوفر حليب، والله يكرمكم حفايض الأصغارين، ويعني أساسيات حياتي. يقول زوجتي والله ثم والله ما تدري عن أي شيء، تدري أني خسرت لكن ما كانت تتخيل أني بهالدرجة. يقولوا ذاك اليوم أنا طالع العتيقة بروح أبيع طماط. يقول طالبة من زوجتي أغراض للبيت وكذا، وبروح أبيع واشتري بالطماط علشان أوفر لهم هالأغراض. يقول رأس مالي كل اللي معي بمخباتي 660 ريال. يقول أمشي ومرة أشوف سوداني متعطل بوسط الشارع معه عائلته، يقول مرة أوقف عنده، قلت له عسى ما أشعر، ايش فيك يا زول؟ قال والله سيارة خربانة. يقول ومرة آخذه هو عائلته وأوديه لشقق مفروشة. يقول ما معه شيء أبد، سيارته خرده إلى آخر درجة. يقول مرة استأجر له غرفة وصالة، يقول عائلته كبيرة شوي، يقول بس عشان ما معه وأنا ما معي استأجرت له غرفة وصالة. يقول وننزل العائلة حقته ونرتب بنروح نطلع السيارة عشان ما يسحب المرور وسط الشارع. يقول قال لي تكفى عطني 10 ريال. قلت ليش؟ قال بشري أكل للعيال. يقول الممثل الرجال داج ما معه شيء أبد. يقول شرينا أكل ورحنا ودينا للشقة ورجعنا للسيارة. يقول يوم وصلنا السيارة مرة أسأله، قلت له وش تبي السيارة؟ قال والله ما أدري. يقول أناظر ما بيدي إلا اللي معي. يقول مرة طلع كل اللي معي كذا واجمعهن واعطيهني. يقول والله ما معي ولا أملك بحسابي وبدنياي غيرهن. يقول والمرة تبي أغراض ولا أدري والله وش أسوي. يقول وش أسوي يا ولد؟ ما يقول حتى هاقروش الباقيات ذولي من أول بروح أضارب بين بشتري بن طماط وأبيعهن، والزود أبشري بن الأغراض وارجع. يقول يوم وصلت باب بيتي وانا ناظر ولا مرة، يقول عجزت اتحمل، عجزت اقبل من نفسي اني ادخل ما معي شيء دود لدينا. يقول قلت بروح لسوق الطماط اغادين القى بيعه مو بلازم شراء باي طريقه، مضاربه اشريه واسدد له عقب شوي، يعني بدور اي حاجه. يا جماعه تخيلوا القصه ذي، الواحد كان يملك ملايين يعني قبل شهر قبل شهرين قبل 3، رجل ثري يعني مهب. يقولوا رحت سوق الطماط، يقول يوم وصلت الكوبري ابد بطلع كذا ومرير ان الجوال. يقول ورد على الجوال السلام عليكم. عليكم السلام.
وتعرف عليه، يقول ما أعرفه طبعا. يقول قال أنا فلان بفلان، أنا رفيقتك من أول تذكر. يقول لي 15 سنة ما شفته، قال إني تقهويت اليوم مع أبوك، وإني أخذت رقمك من أبوك، وإني ولهن عليك، وإني والله العظيم إني جاي للرياض علشانك، أبي أشوفك. اليوم قال سدى، يقول مرة أوقف سدى، يقول أقسم بالله وقعد أصيح. يقول عرفت أن الموضوع في شيء من الله، وشو ما أدري. إيه ويا صلا يجي ويقلط عندي وتزين لي المرهق هوا وتزين الأمور ضبط الأمور. يقول نقدر نسولف. قال أبو فلان تذكر سيارة تتبعت عليه قديم؟ يقول أنا تتبعت عليه سيارة ب37,000 ريال، يقول على أنه بسدد الأسبوع اللي جاي واللي بعده. يقول الرجال كان وراء. يقول السالفة ذي يوم أبيع عليه، يقول مو بطيلة 10 سنين. يقول آكل الرجال قروش، وحاولت وكلمت أبوه وحاولت بل أقدر. يقول عجزت، يقولوا نسيت. يقول قال يا رجال أنا الصراحة أني أكلت حقك وما أدري شلون، وأنا والله كل يوم ما حسبت له واجد، وأبيك تكفى تسامحني. يقول مرة يطلع القريشات من مخباته وزمره ويعطيني اياهن 37,000 ريال. يقول تخيل من 660 ريال ما معي غيرهن 37,000. يقول ما قدرت على كذا. يقول خلصنا قهوتنا ونزلنا مع درج. يقول حنا نازلين، قال ابو فلان ما ودك نرجع ناخذ لنا فنجان؟ قلت له الله يحييك كه. يقول نرجع عند قهوه. يقول لي مدريتهم انه طلع 120,000 ريال بزمره ثانيه في حالتهن علي. قلت وش هذولي؟ قال هذولي أرباحك، إني أنا ضاربت لك بس 37,000 ذولي، وهالمدة اللي راحت هذولي ربحهن. يقول قلت لا. يقول ويحالف علي ويطلز إلا إني أخذهن. يقول وأخذهن. يقول ما مداوي يطلع مع الباب إلا أنا وين أروح؟ يقول وأروح للشق ولا السوداني، أسألهم السوداني موجود؟ قال موجود. يقول ونادي العامل، قلت له هذه 500 ريال. يقول قلت وين العامل الثاني حق الشفت الثاني؟ يقول يجي. يقول واعطيه 500. قلت لا يطلع سوداني الا انتم معلمين. قالوا خلاص. يقول وروح احنا عندنا مناسبه، يقول حضرنا وكذا. يقول اليوم صار بالليل ورجع عيالي لبيتهم. يقول وارتب سيارتي واروح للشق. وجيهم الساعه 2 بالليل. يقول قلت له انا وين شقته؟ قالوا رقم كذا. يقول ورقه فوق بالدور الثاني. يقول يوم وصلت عند الباب، يقول ولا اسمع السوداني يقوم الليل، يقول يقرا ويدعي وكذا. يقول يوم انه خلص صلاه، يقول ونطق الباب. مين؟ قلت انا رفيقك فلان. يقول لي يطلع لي. قال اقلط. قلت وين اقلط؟ اعرف البير واعرف خطاه على ما يقولون، لكن سم. يقول وطلع 37,000 حقت رفيقي واعطيني اياه. يقول قلت له بس انت شوف، انت صاحب دعوه مستجابه، تكفى لا تنسان بالدعاء. يقول عقبها بشرك والله ما شفت شر. والقصه اطول من ذلك، لكن ما ودي اطول عليكم. القصه بها عبر كثيره قوه. هل تتعجب من كرم الله ولا من استجابة الدعوات لها السوداني اللي قد يراها البعض ويتهاون فيه حاله ورثه وكذا، أو تتعجب من كرم صاحبي هذا اللي خسر كل ماله ومديون 9 ملايين ولا معه اليوم إلا 660 ريال ويعطيهم كل ما يملك، ثم يجنه 37,000 وال120 وهو أحوج ما يكون، ما زال يسدد ديونه وبلاويه، ومع ذلك يروح يعطينا السوداني أي قلب وأي قوة. ولكن هذا حال المؤمن لما يتعامل مع الله. الله يسعدكم. طلب مني البعض إكمال القصة، وله تتمة بسيطة الحقيقة وجميلة. لكن قبل هذا صاحبي اللي روالي القصة لما جاء يروي لي القصة أقسم لي قسم وحلف لي حلف أنه لا يعلم بالقصة إلا هو، وأنه ما أحد على وجه الأرض، والقصة لها 10 سنوات، لكن قال سبحان الله ومرت إني أقول لك. قلت بيض الله وجهك، واستأذنته بنشره. تتمت القصة. يقول إني أنا أعطيت السوداني 37,000 وسولفت له شوي كذا وأخذت رقمه وصار بيني وبينه تواصل وراح. يقول ما قعد عقبه ولا أسبوع، على طول مشى جاب الله القرشات. يقول داقوا الفقر بذا وهلوا هناك بعد يحتلون. يقول أخذ عياله ومشى. السوداني قام يستثمر قروشه 37,000، وسبحان الله فتح الله عليه واغناه الله. لا اله الا الله. بركتنا داود. يقول راحت الدنيا. يقول تشوف السوداني اللي عندي رفيقي عنده سوداني يشتغل عنده. قلت ايه؟ قال صار بينهم والسوداني هذا تواصل. يقول اخر شيء هالسوداني اللي عندي اخته تبي تتزوج.
يقول جاي بيمشي من عندي، يقول أعطيته كم قرش وزينت سيارته كذا وراح لأهله بالسودان بيجهزون الزواج. السوداني اللي هناك أبو 37,000 دري إن السوداني هذا اللي يشتغل عند صاحبنا راعي القصة جاي، وش سوى؟ قام وسوى حفلة كبيرة ملفتة قوة. ليش؟ إكراما للسوداني هذا علشان كفيله. يعني يوم انه ما قدر يوفي مع الكفيل نفسه، اقل شيء وفى مع المرسول. صاحبنا راعي القصة اتصل على السوداني اللي هناك واشكره وكذا، وقال شوف انا كنت ناوي اجي لمك بالسودان، لكن اللي هذا شغلك مع مرسولي، وش تتسوي معي؟ انا لا جيت، لكن كذا والله ما اجي. فشوفوا جمال القصة، شوفوا جمال الوفاء. الحقيقة القصة رائعة جدا، لا أخفيكم أني بكيت وإني حلفت على الشخص هذا إلا بقبل راسك، وقبلت راسه.